أيها الجيل، لن ينبت العشب من برق وراعدة غراء ليس لها سيل ولا مطر. إن الحروب الطاحنة التي شنت وما زالت قد تركت في جسم الأمة ندوبا لا تكاد تندمل، وفئاما من اليتامى والأرامل والأيامى والمعاقين قد مسهم الضر وزاغت منهم الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. فقدوا العائل والكافل وآلة العمل، فقدوا المنازل والديار، فما لهم إلا الكرام منازل وديار، إلا الكرام منازل وديار. فهلم فلننسي اليتيم مرارة اليتم، والأيم حرارة الثكل، وذا الإعاقة أنه عالة. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ امسحوا على أحزانهم بيد من عطف وحنان، واقطعوا تعاملكم مع من جرعهم الآلام والأحزان. إنهم يعتمدون عليكم ليحيوا وينهبوكم في حرب اقتصادية تسعى لإفقاركم، ويأتمرون بكم ليقتلوكم، وما شر من الأولى إلا الثانية. إن من يرجو من الأعداء عدلا مثل راجي الطهر في عين النجاسة. العدو وحش مروض آخر صرعاه رائض، لئيم لا يفي، يستأصل ولا يكتفي، يجاهر بالسوء ولا يختفي، كنود يقطع اليد الودود، وقد بدأ يتصدع جداره ويشرف على الفناء فناؤه. فلا تكفكف دمعه ولا تنظم جمعه ولا ترمم وأنت لا تشعر جداره، لا تعمر في الكماليات بالدولار داره. رأس الدواء الحمية، بها تقلم أظفاره وتهتم أنيابه ويهز اقتصاده. لا تعامله إلا فيما اضطررت إليه من باب، والضرورة تقدر ولا قدر للذباب. فمطعمهم روثة والذباب أكول إذا خبث المطعم. بول الحمير أبيض وهو الخبيث الدنس، تلك الكباش الآدمية باسم عالفها تناطح. فاربأ بنفسك أن تقتات حاجتهم، أقل حربهم في بيتك اللقم. وعار أن نقاطع شرب قوم ونحن بهديهم متمسكون. يا كاسر الأصنام قم وانهض بنا حتى تصير مكسر الصلبان.